على مدار البلاد المختلفه اللي انا شفتها والصدف العجيبه اللي انا قابلتها، فالراجل ده صاحب اغرب صدفه انا قابلتها في حياتي. الراجل ده كان متصور في مكه في اللحظه اللي بيكون فيها مئات الاف حرفيا موجودين في نفس اللحظه وانت بتاخد الصوره. فكنت انا ورا الراجل ده في الصوره، كنا لسه ما نعرفش بعض، وبالصدفه اكتشفت ان الراجل المحترم ده عنده جيم هنا في اسكندريه. فجيت الجيم ولفت انتباهي حاجتين من انضف الحاجات اللي موجودين في اي جيم والناس حرفيا بتتمناها. اول حاجه ان القران هنا شغال، مفيش اغاني بتشتغل، القران هنا شغال 24 ساعه. حاطط هنا ورقه كاتب الناس العاديه بتعد في تمرين 1 2 3 4، بس الابطال بيعدوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر واستغفر الله. عباده واستفيد بيها في دنياك واخرتك. وما شاء الله الراجل ده الشهادات بتاعته بتتكلم عنه، شهاداته هنا واخد شهادات معتمده من كذا مكان ومتعلم. فقول لنا بقى كوتش، اسم الجيم بتاعك ومكانه فين؟ ماسل هاوس جيم العصافرة يملي، شارع عثمان بن عفان، متفرع من 45 شارع 12 عند جامع الخلفاء الراشدين. ده حرفيا دي من اكتر الحاجات اللي انا اصلا كنت بتمناها اللي انا اشوفها في جيم ولقيتها عند الراجل ده. فلو اي حد هنا في اسكندريه، الجيم ده كمان في فترتين، يعني رجاله ونساء، يعني الستات برضو ليهم مواعيد منفصله عن الرجاله. فالجيم ده الصراحه من انضف الجيمات اللي انا دخلتها بجد في حياتي. فخلاص الفيديو يا جدعان، ان استطاع تطبيق بعض السنن فطبقها، وان كنت صاحب معصيه فالتمسك ببعض حبال النجاه خير من ان تتركها جميعا فتهلك. كان معكم محمد ابو عيسى، اشوفكم في فيديو جديد. وام